خدي يا خلود نعلق دي. نعلق ايه رايك؟ نعلق دي الاول ولا نعلق اللي هي الاشكال دي ولا مثلثات الورق دي؟ في العواميد برضو تاني المثلثات دي احلى. الورق احلى من اما تيجي كده وتيجي كده يبقى شكلها احلى. ودي ممكن اللي هيفضل ممكن نحطه برضو في البلكونه. ممكن نكمل في البلكونه. والعواميد دي برضو عايزين نحطها ماشيه برضو كده من بره. العواميد في كذا واحد. طب والليد ده هنحطه فين؟ نمشيه كده من تحت هنا ولا من هنا؟ تاني تحت كده يعني. ايه رايك؟ هتبقى تحت كده احلى ولا تمشي ما فيش حيطه؟ يعني ممكن لو دي عاليه بتبقى الحيطه تحت صح؟ تنزل بس هتطلع تاني. على العموم هنمشيها كده على تشوف منظرها ايه معاكم. وفي الاول طبعا بنقول ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه، كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان قرب، فاحنا قلنا نعلق بقى زينه رمضان هنا في المطبخ، وقلنا نعلقها معاكم عشان نوريكم اللي لسه معلقش يلحق نفسه، عشان خلاص رمضان فاضل اي يوم تقريبا، ما عادش الا ساعات يعني. اللي كده يلحق نفسه يقوم يعلق بسرعه. فهنبتدي نعلق معاكم. احنا محتارين هنا نعلق المثلثات اللي هي الورق دي، شايفين اللي هي الاشكال دي الورق شكلها ظريف قوي دي يعني بتوحي، ولا القماش؟ لا حلوه الورق احلى. الورق احلى. والقماش جميل برضو، حلو شكله حلو. بس احنا قبل كده كنا معلقين زيه. الورق القماش. فهنعلق ده دلوقتي. هنعلقها بقى مع بعض كده. ولا كده من هنا كده. بصي من هنا كده في الباب، وتوديه بقى ايه، لا اما في الماسوره بتاعت الغاز لا اما في الدولاب هنا. بس تاني ماسوره الغاز احلى، تبقى اوسع شويه. فهنبتدي دلوقتي هنعلق معاكم الزينه ونشوف هنعملها ازاي. ودلوقتي بقى حبايبي اللي هو ما لحقش يعلق يلحق دلوقتي يعلق، لان دلوقتي الوقت خلاص ما عادش الا ساعات ورمضان خلاص على الابواب. فدلوقتي احنا بنعلق فتشجعوا كده، وبقى يعني اللي عندها شويه كسل ترميهم وتتشجع وتقوم تشوف اللي وراها. فاحنا دلوقتي قلنا على الورق ده هنعلقه، فانا هجيب مسمار هنا واعلقه عشان خاطر ايه، اعلق فيه الورق. بسم الله الرحمن الرحيم. لان احنا كنا مفكرين في مسمار فوق فطلع مفيش، فجبنا واحد مسمار. احنا هنمشي بتاع يعني من الخط ده كده هنا. من هنا هنوديها لورا. السمر خلاص؟ سمرته كده، فهناخد الورق نعلقه دلوقتي كده. بعد ما عملنا المسمار سمرناه، هنجيب الورق اللي اتفقنا عليه هنعلقه ده، نربطه هنا. احنا هنمشيه كده زي مثلثات من هنا لحد الناحيه التانية. هتشوفوا معانا هنعملها ازاي. هنربط دي هنا كده. طبعا احنا ايه ده فيديو تشجيعي، اللي هو ما شجعتش تقوم تشجع وتقوم تعمل لو عندها زينه ولو بأبسط حاجه يعني، مش شرط حاجات مبهرجه. تبقى جميله. اي حاجه يعني تدل على ايه، رمضان او ورق او حاجات مش غاليه يعني، حاجات بسيطه. هنوصله بقى الناحيه التانية ونصوره. بدل ما ربطناها بقى هناك هناخده هنا نربطه هنا. احنا عايزين مثلثات، هنعمله مثلثات. هعمله من هنا صح؟ يبقى شكله حلو كده متهيألي. عشان تعمليها مثلثه لازم تخش من هنا لهنا، تخش بعض. بس هنا البتاع الورقه حيشه. خلاص دخليها واربطي عليها، مش اشكال. دخليها من ورا. ماشي. المهم تربطيها وخلاص. وديه بقى على قد ما تقدري. حلو. بس حاولي تشدي، بصي شدي اللي هناك دي الحمراء، خليها تبقى مثلثه. لا مش شدي، وديها هناك شويه. ما هي مش جايه. كده. ايوه كده. عشان مش هتيجي. كده. انا مش هعرف اربط. ممكن تربطيها هناك الناحيه التانية. اربطي المثلثه اللي واقعه دي الناحيه التانية. مش هتعدي. مش هتيجي. ازاي هيبقى واقعه؟ بس دلوقتي كده بعد ما ربطناها من هناك وصلناها وربطناها هنا، بقت جايه كده خط. لسه هنعمل واحد تاني كده هنوريكم برضو احنا بنعلق كده. بعد ما سمرنا المسمار هنا ربطنا ده كده فيه اهو. ده الفرع التاني. احنا عملنا ده الاولاني اهو فوق. شايفينه. وده هنعمله نوديه الناحيه التانية. هيعمل اللي هو علامه الاكس. اكس كده رايح جاي. فهتشوفوا معانا هنربطها ازاي. بس كمان ما تنسوش اللايك، اشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنوديها الناحيه التانية كده ونربطها هناك ونوريكم شكلها. ودلوقتي كده بعد ما عملناها شايفين اهي كده جاي اكس رايح جاي من هنا ومن هنا. هنكمل معاكم بقى الباقي ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي كده بعد ما عملنا الورق اللي هو الاكسات اللي فوق دي، هناخد بقى عايزين نعمل الليد ده شريط ليد. احنا كنا وريناه لكم في مشتريات زينة رمضان. فعايزين نمشيه تحت الدولاب، مش عارفين نعمله من تحت. انا بقول لها اعمليه من فوق هنا، فبتقول لي يعني
يبقى من تحت أحلى هنا كده شوية. خالص، ولا هنا بس هنا يبقى مش هتعرفي تعديه هيبقى متعلق صح؟ يبقى متعلق. او من على الحرف هنا. ممكن نشبك كده صح؟ صح. خلاص ممكن نشبكه كده يبقى احلى برضه. احنا عايزين نعمله كده نمشيه اللي هو يبقى ماشي تحت الدولاب كده وهنا جنبين دولابين او كده يا جماعه. احنا مشيناه من تحت كده هنا شايفين، بعد كده من تحت هنا وطلعناه بقى على فوق، طلعناه على فوق كده. هوريكم شكله لما بيشتغل. فين الفيشه؟ بصوا رأيكم مشيناه كده من تحت الدولاب ومن فوق طلع على فوق كده. اوريكم كمان شكله هو النور مطفي. بصوا يعني منظر جميل قوي كده. تشغلوه كده رمضان كده مع الورق. ولسه هنكمل برضو الباقي، احنا لسه ما خلصناش الزينه بتاعه المطبخ. شايفين من تحت ماشي كده هناك، من جوه هنا كمان داخل كده. طلعناه الباقي على فوق. لسه هنكمل معاكم باقي الزينه ونوريكم هنعمل ايه بعد كده يا جماعه. لما عملنا الليد خلاص قلنا نجيب العمود ده، عايزين نمشيه كده يعني على الحيطه من فوق هنا كده، من مطرح ما علقنا الزينه ننزل بيها كده ونحطها على المسمار ده كده وننزلها على الفيشه. هنوريكم شكله كده وهو بينور دلوقتي. الفيشه واسعه خلي بالك. اهو ده هنمشيه كده على الحيطه من فوق ونوريكم برضو شكله. دلوقتي كده علقناها اهو، هوريكم شكله دلوقتي. احنا مشيناها عشان الفيشه هنا، فاحنا بنوصلهم كده يخشوا هنا والتاني ده يجي هنا في الفيشه اللي جنبه. اهو بصوا ده شكله مشي كده وطلع عند ورق الزينه. تعالوا نطفوا الانوار دي وكلها مثلا فوق اللمبه الكبيره وتولعوا الانوار دي كلها. ممكن تنور لكم تشتغلوا عليها، بس بتدي اضاءه جميله بشكل جميل قوي. حاجه رمضانيه كده، حاجه حلوه. هطفلكوا كده النور شايفين. استنى ولعت. اشغل التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيشه على فكره دي واسعه، عايزه ايه بتتهز. شايفين ده هنا اللي هو اللمض الذهبي. ايه رايكم كده في الحلاوه والجمال ده؟ حاجه خطيره، حاجه جميله يعني. كل حاجه بسيطه، والحاجات دي والله مش غاليه. الانوار دي مش غاليه، فحاجه بتحسسكم كده باجواء رمضان يعني. ده احنا هنا عملنا الليد ومشيناه من فوق، وهنا ده كده. وغير ان احنا عملنا الورق كمان مثلثات ده فوق. فدي شكلها برضو جميل حلو. طيب مجرد ان هم يشتغلوا كده احنا حسينا ان رمضان بدأ من قبل ما يبتدي. والفانوس كمان، ده الفانوس ده الفانوس بيتحط برضو في المطبخ في اي حته. يعني فوانيس مع الاضاءه مع الورق مع الحاجات الجميله دي بتدي شكل حلو قوي، وحاجه راحه نفسيه كده، وحاجه رمضانيه جميله. دلوقتي كده بعد ما خلاص عملنا العمود اللي هناك ده، هنجيب العمود ده كده طويل. هو طويل يكفي. هناخده هنمشيه على الماسوره بتاعه الغاز كده، نمشيها لحد ما توصل في الفيشه هناك. هنعمل فرح احنا. هنعمل فرح عشان رمضان. رمضان بصراحه حاجه جميله يعني، تستاهل واحد يتعب عشانها. وكمان حطينا هنا العمود ده اللي هو اللي عامل شبه قلوب الحمرا دي كده. او فراوله او تفاح تقريبا. مشيناه كده من هنا وبرده يتحط في الفيشه. فهنعلق ده ونوريكم وكده يا جماعه. نكون علقنا معاكم زينه رمضان كلها في المطبخ. هوريكم شكلها برده. احنا مشينا الليد والعواميد كلها والورق كله عملناه معاكم. هنشغل كده العواميد. شغلي كده بوري نور بس براحه عشان الفيشه مهويه شويه. سامي بسم الله الرحمن الرحيم. انا بخاف من الفيش دي قوي. شايفين الليد مشيناه من تحت كده هنا. طلعناه من فوق الدولاب وعملنا العنقود ده اللي هو امشي بالتفاح ده كده. من تحت اللي هو عنه بقى اخش عليه. اللي هو العمود ده اللي هو منظره جميل قوي ده شايفينه. والليد فوق ماشيينه من تحت. الليد كمان شكله جميل تحفه كده كل ده. وبعد كده كمان جبنا الاصفر ده مشيناه اهو كده. لونه عشان اصفر يعني غريب عنه، شكله جميل قوي. بعد كده طلعنا بقى على الايه اللي فوق ده، العمود اللي فوق مشينا ده كده من فوق. وبعد كده حطينا عن فوانيس اشكال فوانيس. ده شكل فوانيس شايفينه اهو. ده مشيناه على الورق كده. حطينا هنا كمان الستاره دي، الستاره الرمضانيه اهي، واوراق رمضان والباقي صراحه كلها المطبخ كله قلب رمضان. شايفين مشينا كمان العمود من فوق كده اهو مع الورق. كنا بنقول عليها نحطه على كنا قايلين هنحطه هنا فوق على ماسوره الغاز. قلنا نمشيه كده على الورق يبقى شكله احلى. وجاي هو نازل من هنا اهو فوق الدولاب. اما نطفي نور كمان. طفي نور كده بس باين ازاي شكله جميل قوي.
ده الاصفر ده نوره هادي ده خالص. ده مختلف عنهم شويه. والورق مشينا عليه العمود كده اهو هناك. شايفين يعني بأبسط حاجة ممكن تخلي المطبخ حاجة جميلة وحاجة حلوة، خصوصا يعني داخلة عليك رمضان. فالإضاءة كمان الفوانيس ما ننساهاش. كنا موريناها لكم في مشتريات زينة رمضان، ده احنا قلنا جبناه علشان نحطه في المطبخ. كده ده شكل المطبخ مع كل الإضاءة اللي احنا ركبناها معاكم، وكمان ركبنا الورق اللي هو المثلثات. احنا ما عملنا الصالة بره وصورناها لكم، هنسيب لكم برضو اللينكات دي في صندوق الوصف. كنا عاملين الورق ده فوانيس، قلنا هنا نغير ونحط المثلثات دي. الورق كده على شكله جميل قوي حلو. فهنسيب لكم برضو اللينك بتاع جزات رمضان بتاعت عليه الزينه بتاع الصاله بره، واللي هو المشتريات، كل الحاجات دي هنسيبها لكم في صندوق الوصف. وكمان احنا كنا موريينكم الحاجات دي اللي هي بتاعت المعالق والشوك في مشتريات رمضان للمطبخ. هشغل لكم النور كده عشان تشوفوها. جبناهم اهم عشان نحط فيهم بقى الحاجه. دي الاطباق اللي قلنا لكم عليها اهي. دي اطباق كده بلاستيك تحطي فيها سلطه، تحطي فيها حاجات لرمضان كده ساعه الفطار او ساعه السحور. طبعا الازاز والصيني والحاجات التانية دي ممكن بتتكسر بتعمل. بصراحه البلاستيك ده يعني نوعيته يعني بتبقى بتعيش، بس برضو انا ما بحبش احط فيه حاجه سخنه يا خلود. السخنه غلط، ما بحبش. البلاستيك ما بتحطش فيه سخن. ممكن تحطي فيه اي حاجه بارده. تحطي فيه طحينه، تحطي فيه حاجات مخلل صح، اي حاجه بارده. كمان الصينيه دي مكتوب عليها شهر الخير بتاعت رمضان دي. هناخدها برضو نحطها، دي برضو تقدموا فيها العصاير والحاجات دي. والبوله دي الصغنونه دي كنا جايبينها. ممكن تبقى سلطه، او ممكن وانت بتعملي الكيكه تعملي فيها دي بقى بتاعت المعالق. احنا عندنا واحده بس دي هنغيرها، قلنا نجيب دي شكلها اكبر كمان وبتاخد غير دي صغيره. هناخد بقى المعالق يعني هنا المكان هنا تاخد هنا كتير. دي واسعه شويه فتاخد الحاجه حلوه يعني. الحاجه كلها. في كمان السكاكين دي احنا كنا موريناها لكم في مشتريات المطبخ. حطهم معاها. الحاجات بقى الكبيره المعالق والمغرفه والحاجات دي كلها تتحط ورا. بياخد صدق يعني مهما تحطي فيها واسعه. بصوا يا جماعه واسعه ازاي، يعني شكلها جميل. يعني تحطي مهما تحطي فيها ما بتاخد يعني الاولانيه دي كانت صغيره عشان كده ما عجبتنيش. وبعدين البلاستيك ده يعني بحاجه بسيطه، والالوان والانوار والحاجات دي والورق والله يعني سعرهم حلو. فحاجه بسيطه بتخلي المطبخ جميل وشكله حلو ورمضاني، وبتضيف سعاده، يعني سعاده عليك وعلى البيت وعلى الاولاد. وكمان البوله دي كنا جايبينها علشان نعمل فيها حاجات بتاعت العجين، المخبوزات، الحاجات دي كلها، فدي بتكفي وكبيره. برضه شكلها دي بعد كده في الدولاب. شكلها حلو برضه. فبس كده يكون ده شكل المطبخ بتاعنا، وعلقنا معاكم اخيرا زينة رمضان قبل ما رمضان يبتدي ونلحق نفسنا. كل اللي ما علقش كده اول ما يشوف الفيديو يفتكروا هيجيله نشاط وحيويه كده ويقوم يعلق بقى الشقه كلها، اوض الصاله المطبخ اي حاجه انتوا عايزينها تعملوها تزينوا بيها قبل رمضان. خلاص رمضان فاضل عليه ساعات. الرؤيه هيقولوا بكره بقى اذا كان رمضان اول يوم الاربعاء بكره الثلاث صح؟ هيقولوا بكره ان شاء الله كده يقولوا الرؤيه بقى اذا كان هو يوم الاربعاء او يوم الخميس اول يوم. فبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد احنا بنعمله. كمان ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.